ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعي روتين كده في حياة كل فينا عندها اولاد. وانا كنت معرفاكم عن نفسي قبل كده وقايله لكم ان انا عندي يوسف ويارا. يوسف في تانية اعدادي ويارا في اولى اعدادي. فطبعا كان في امتحانات الشهر والنهارده كان اخر يوم في الامتحانات. انا دايما بحب اخر يوم في الامتحانات طبعا انضف مكان البيت. طبعا بيبقى كله كتب بقى وسكتشات وحاجات من دي. فطول فترة الامتحانات حتى لو كانت شهر احنا كده كده طبعا عارفين احنا طول السنة امتحانات تقييمات بقى وامتحانات الشهر. فانا بحب انضف اخر يوم امتحانات، اشيل بقى الكتب بتاعتهم كده من على السفرة. وانا النهاردة حبيت ان انا انضف معاكم جزء من الريسبشن. دي السفرة. انا طبعا هما مشوا الصبح راحوا على المدرسة وانا قلت امسك بقى اتشجع كده، ويا ريت كل اللي يشوفني يتشجع زيي. قلت امسك السفرة كده انضفها. بمسك الكراسي بقى كرسي كرسي كده انفضه. والملمع اللي انا بلمع بيه ده اللي انا كنت عاملاه في فيديو من فيديوهاتي. اللي ما شافوش يا ريت يخش يشرفني اللي هو يخش يشوفه. عايزه اقول لكم بمسح بيه كل حاجه، الترابيزات والازاز والعفش، والله بمسح بيه كل حاجه. بيعقم وبيلمع معايا حلو قوي. طبعا هنا كنت شلت الكتب بقى والمفرش والكراسي بمسحها، لان ساعات برضو بيبقى عليها بقع اكل. مهما كانوا ولادنا كبار برضو بنلاقي لازم ننظف مكانهم. دي حاجة احنا كل عارفاها. هنا انا هشيل السفرة بتاعتي وعايزة بقى الشمس تخش كده بقى واشمس الفرشة عشان احس بالنظافة. انا ما يعني بحس انا عامة يعني الترويقة الجامدة قوي دي باخدها اساسي عندي كل اسبوع مرة. بس ايام الامتحانات بصراحة ما اكدبش عليكم ما بعملش اي حاجة غير على الوش كده. هقول لما يخلصوا ابتدي اشيل بقى وارتب الكتب في المكتبة بتاعتهم واظبط الدنيا. هنا بمسك الكراسي لقيت كرسي لقيت عليه بقعة بنضفه. طبعا اللي انا عاملاه ده بنضف بيه. فيه كلوريكس الوان فبينضف معايا وفي نفس الوقت مش بيبهدل لي الالوان. ولا ان انا بخاف ان انا مثلا ارشه على اي حاجه، ما بخافش. لان الكلوريكس الالوان بينضف وفي نفس الوقت بيحافظ على اللون. طبعا ومعقم في نفس الوقت لان فيه خل برضو. فبصراحه هو ممتاز معايا، انا معتمداه في كل حاجه. يعني انا الوقت ده ما كانش عندي ملمع ازاز اشتغلت بيه عادي ولمع لي الازاز والدنيا كانت زي الفل. الكراسي دي في وش باب الشقه كده طبعا بتبقى مبقعه لان بيلبسوا عليها شوزات وكده. فلازم انضفها زي ما احنا شايفين. والبيت هخليه شمعان. يعني انا بخلي يعني نصيحه كده كل كده قومي ما تكسليش حتى لو يوم في الاسبوع. قومي كده الولاد ينزلوا مثلا وباباهم ينزل والبيت يبقى فاضي عليكي، شغلي القرآن وابتدي بقى فتحي الشقة بتاعتك نضفيها. انتي نفسك هتحسي براحة، يعني هتتعبي شوية بس صدقيني هتحسي براحة جامدة جدا. غير الترويقة اللي على الوش اللي احنا معتمدين عليها كل يوم. يعني لازم كده ناخدولنا يوم كده ترويقة جامدة تبقى كل حاجة. طبعا انا النيش والكلام ده، انا النيش بتاعي بعمله في السنة مرة واحدة بس بصراحة. يعني بفتح واطلع اللي جواه بيبقى في الوقفة بتاعة العيد الصغير. لان مش بستخدم معظم الحاجات اللي فيه بصراحة. هو والله يا جماعة ما ليه لازمة، مش بستخدمه. انا السفرة بتاعتي كلاسيك. دي اللي انا كنت متجوزة بيها، يعني ما غيرتهاش لا لسه. فوالله يا جماعة هو واخد مساحة على الفاضي، هو مليان واخد مساحة على الفاضي. فين وفين لو انا فتحت خدت حاجة منه. بس هنا بلمعه. بصوا الملمع اللي انا عاملاه اللهم بارك. بصوا طبعا شايفين لمعان العفش عامل ازاي، ولا بيغير ولا اي حاجة. بيخليه زي الفل وفي نفس الوقت كولوريكس الالوان اللي فيه ريحة حلوة. فكان معايا اللهم بارك يعني منضف لي الحاجة بتاعتي. بمسك كده الكفرات، انا بحب الكفرات دي جدا. يعني انا عندي سجاد تقيل بس بصراحة يعني بفرشه في الساعة قوي. لما لقيت بقى الدنيا كده ابتدت تحرر شوية، ما فيش السقعة والطوبة والكلام ده، احنا الحمد لله خلصناها. فرش الكفرات دي في العيد الصغير فلازم اديها شفطة كده بالمكنسة. فلازم اديها شفطة زي ما قلت لكم بالمكنسة كده عشان خاطر اشمسها بقى واشيلها وهمسح تحتيها. وانا حاطه لو تاخدوا بالكم من على الحرف حاطه مشايات غامقه كده اللي هي لونها اسود دي، عشان الولاد بقى لما يخشوا بالشوزات وكده بيقعدوا على الكراسي ما يبهدلوش طبعا الحروف البيضة بتاعه الكفرات دي. هي سهله في غسيلها بس برضو مش معنى اللي هي سهله اللي انا ما حافظش عليها، لا يعني تعودي ان انت تحافظي على حاجتك. ودي جزء برضو من الريسبشن. حاطه فيها كنبه من الانتريه بتاعي، وطبعا ده الكرسي بتاع التمرين بتاع جوزي والحديد حطاه على جنب.
وانا السجاده دي انا فرشاها على جنب عشان خاطر الحته دي بنعدوا فيها، فما حبيتش اللي هما ايه يعدوا على السيراميك لان برضو الجو لسه ساقع. هنا بقى ايه شلت السجاده الكفر بتاعي، حطيته بقى في الشمس يتشمس كده. هوريهولكوا الشمس بتبقى ايه زي العسل، لما تحطي الحاجه تتشمس بتشيل اي بكتيريا واي ميكروبات، وبتخلي الفرشه كده لما تدخليها وهي سخنه وتفرشيها انتي نفسك بتحسي ان انتي مبسوطه. هنا يا بنات بقى انا بكنس، وعشان خاطر لازم قبل برضو ما امسح الارض لازم ايه اشيل التراب حتى لو كانت الترابه ناعمه. يعني المكنسه اللي بالكهرباء كلنا متفقين اللي هي اكيد مش بتجيب تحت ايه السجاد ولا الكفرات حتى لو كانت خفيفه. فهنا بشيل بقى وبكنس واحده واحده كده. قولولي يا بنات لو انتوا عاجبكم فيديوهات من دي اعملها لكم، اعمل التنظيف والروتين اليومي في البيت غير المطبخ. اتمنى ان انتوا تقولولي يعني عاجبكم الفيديوهات دي ولا لا، علشان لو عجباكوا اعمل لكم منها كتير. بص هنا اللهم بارك كنت رصيت بقى ولمعت، بص الارض بتلمع ازاي. كنت مسحتها وسيقتها. وانا عندي المطبخ مفتوح امريكان على على الريسبشن وعلى الطرقه برضو. فطبعا الرخامه دي انا كده كده ايدي فيها على طول وانا في المطبخ، لان زي ما لو انتوا بتتفرجوا على فيديوهاتي انا قايله لكم ان انا المطبخ ايدي فيه على طول اول باول. فطبعا بلمع كده الحاجه. التلميعه بتبقى بسيطه بتاعتي لان انا محافظه على الكلام ده ما يبقاش عليها دهون ولا اي حاجه. هي الترابه بس الناعمه كده وبمسحها وبتروح بتلمع وبتبقى زي الفل. احب اعرف حبايبي متابعيني منين، ويا ريت اتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه. اللي بيشوف الفيديوهات وما بيعملش لايك يشرفني ويعمل لايك ويشترك في القناه، ويقولوا لي لو انتوا حابين الفيديوهات من النوع ده انا اعملها لكم كتير. واتمنى اللي متابعني يكتب لي في التعليقات كده عندكم ولاد ايه يعني عشان نبقوا عيله كده واحده ونبقوا عيله مع بعضينا. وكل واحده تقول لي عندها ولادها عندها ولادها في سنه كام، هل هي بقى عامله ايه في الدراسه معاهم زي ما انا تعبانه كده في الدراسه. انا يعني الحمد لله احنا واخدين المنهج الجديد كله، فالحمد لله عندي ابني في تانية اعدادي اول تجربه واخته وراه فربنا يقوينا. هنا باب الشقه بقى انا بلمعه. لازم كل حاجة لمعها طالما انا قلت هشيل حاجة. بصوا بشيل كل حاجة في الأوضة وتتلمع وتبقى زي الفل. وطبعا ده الزرع بصوا انا اللي يعرف القماشة دي يجيبها جميلة جدا وبتنضف الحاجة. بصوا انا بليتها كده بالمعقم اللي انا عاملاه، وببتدي امسك ورقة ورقة كده ولمعها. انا بغسل الزرع ده كتير، بس لما اسيق تسيقة زي دي اقوم ايه مسحة ورقة ورقة كده. هخش بقى على بقية الريسبشن. زي ما قلت لكم طبعا البيت يعني متبهدل، يعني مهما كانوا ولادنا كبار زي ما قلت لكم هما لازم يبهدلوا. هنا يا حبايبي بقى انا هي برتب واحده واحده كده. الشواحن بشيلها، ألمع حاجه حاجه، لازم ألمع كل حاجه. صدقيني والله لو انتي قمتي وتشجعتي كده. يعني على فكرة يا جماعة انا برضو بفتح اليوتيوب وبقعد اتفرج على قنوات واتفرج على ناس غيري، يعني بتشجع لما احب اللي انا كده عايزة اروق وكده اخد لي فيديو ولا اتنين اتشجع، والاقي نفسي قمت كده وروقت وفتحت الشقة. غير بقى لما ينزلوا مش هكدب عليكم يعني اقول لكم ان انا في ايام كتير بنام فيها بعد ما بينزلوا اقول بقى ايه اريح دماغي منهم شوية عشان لما يجي يبقى ايه عندي طاقة ليهم. بس مش كل يوم طبعا، يعني في ايام كده وايام كده. دي بقى حاجة الحديد بتاعت محمود جوزي. طبعا دي حاجة اساسية دي عندي، ما ينفعش ان انا اشيلها خالص. دي عنده اهم من العفش. بصوا الحديد والحاجات دي لازم ارتبها، لان هو ساعات بيتمرن ساعات يوسف برضو انتوا عارفين الولد بيطلع لباباه يقعد يتمرن زيه. ودي حتة قماشة كده لما بيحط الحديد بفرشها له على الكفر في الارض، عشان ما انتوا عارفين الحديد مهما كان برضو مغلفه ساعات ينزل صدى او ينزل اي حاجة ما يبهدليش الدنيا. فسايبه له بقى ايه حتة القماشة دي مخصصها له. وبرضو بشيل الكفر هنا. وكله بقى على البلكونة والشمس كده ما اقولكوش. وده باب اوضه النوم عندي. انا طبعا كنت خلصت اوضه النوم اصلا وقافلاها كده. فبقى بصوا انا بوريكم حتى المعقم اللي انا عاملاه. بصوا حتى المرايات بيلمعها، يعني ما بيخليش اي حاجه بصراحه بلمع بيه كل حاجه. بصوا بقى الراحه النفسيه انا بحب اشمس الحاجه كده واحس ما بحسش ان هي نضفت غير كده لازم اشمسها. هنا كنت سيقت بقى خلاص وخليت الدنيا زي الفل ورتبت. انا بحب الاول المع وارتب فوق وبعد كده امسك الارض بقى. فهنا كنت خلاص رتبت بقى وزي ما احنا شايفين كده بفرش الارض.
وايه هرجع كل حاجة بقى ايه مكانها تاني، بس طبعا ايه حاجة منظمة وممسوحة وزي الفل. كنت طفيت النور كمان. هخش بقى على السفرة، برضو كنت لمعتها وخليتها زي الفل. همسكها كده بقى ايه اظبط الكفر بتاعها. تمام. وبشتغل اهو لوحدي والله، وبشيل العفش لوحدي واحدة واحدة كده من غير ما مساعدة من غير اي حاجة. ربنا بيقوي الواحد يعني، فالحمد لله على نعمة الصحة، الحمد لله. هنا زي ما قلت لكم المشاية دي انا بحب احطها عشان خاطر الولاد، برضو الجنب ده بيجوا منه، الجنب التاني طبعا بيبقى فيه شوزات وكده، فعلى قد ما بقدر بفضي المكان بتاعه. هنا بقى حطيت السفرة وبصوا، يعني انا وانا بشوف بمنتج الفيديو حاسة براحة نفسية كده بصراحة، وهي الدنيا نظيفة كده وطبعا مش هتفضل نظيفة كتير يعني، هو مجرد ما بيجوا ويحطوا الكتب بتاعتهم هما مع ان هما عندهم اوضة وفيها مكتب وكده، بس هما بقى ولادي بيحبوا ايه، لازم يتجولوا في الشقة كلها. انا هنا كنت برص الحاجة بتاعتي ومظبطة بقى، ظبطت السفرة وكده، والكراسي طبعا انا ملمعاها ومنضفاها، لو فيها بقع ولا اي حاجة انا بشيلها وكده. ودي بقى ايه الطرقة. تمام. الأوضة اللي في الوش دي أوضة الأطفال، فكنت لسه بقى ما اشتغلتش فيها. لو حابين اللي انا انضفها واصورها معاكم يا ريت تقولولي في التعليقات. طبعا زي ما احنا متفقين انا بحب اكنس الاول وبعد كده لما وبعد كده ايه افرش الارض، بحس براحة نفسية. ويا سلام بقى لو انتي المية اللي بتنضفي بيها كده تحطي فيها شوية ملح وتحطي فيها معقم. الملح ده بيشيل الطاقة السلبية اللي في البيت صدقيني والله، وبيبقى بصي بتحسي براحة كده. والمعقم طبعا بيعقم الارض وبيخلي ريحتها حلوة، فاهماني. هنا بقى كنت بفرش انا الفرشة بتاعت الطرقة دي، مرضتش اجيب حتة واحدة، فحبيت الحتتين قوي يعني، حسيت الحتة واحدة مش يعني تقليدية. فيا ريت تقولولي في التعليقات ايه رأيكم في الفكرة دي ان انا اجيبها حتتين كده، محبتش اللي هي بصراحة تبقى حتة واحدة. هنا اهو كنت بفرشها، بظبط الفرشة بتاعتنا وارجع الزرعة دي مكانها. انا الزرع ده يعني بنقله، انا عندي واحدة تانية كبيرة برضو كده، من مكان لمكان كده بغير. انا دايما بحب اغير على فكرة يا جماعة، اغير النظام بتاع البيت. برضو التغيير ده من اسباب الراحة، اللي انت لما تحسي ان انت غيرتي حاجة وانت بتسيقي. بصوا هنا بقى لازم طبعا البخور ده حاجة اساسية، لازم ابخر كده. انت بقى تخيلي وانت مخلصة والحاجة بتلمع ونضيفة ومبخرة الشقة، صدقوني يا بنات والله بتبقى حاجة حلوة قوي. اتمنى ان انتوا كل ام كده ما تكسلش وتقوم تخلص اللي وراها. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة يا حبايبي.